استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك طلع بيقول ان سيف الدين الجزيري قدم شكوى رسميه ضد الزمالك بسبب تاخر مستحقاته لمده 7 شهور، وطلع متضايق جدا وبيعتب على سيف الدين الجزيري وانه ليه ما استحملش زي باقي اللعيبه اللي ليها مستحقات وساكته. اداره الزمالك اللي من اول يوم قررت تترشح فيه لاداره الزمالك وهي عارفه كويس جدا ظروف النادي، ولكن قررت انها تدخل الانتخابات وتدي وعود وهميه للجمهور وللجمعيه العموميه عشان ينتخبوهم وينجحوا في الانتخابات. بمجرد ما تخطوا الانتخابات كل يوم والتاني واحد يطلع علينا منهم يتكلم عن ظروف النادي الصعبه وان النادي ما فيهوش فلوس وند ند بند. سؤال لمجلس اداره الزمالك والاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، بالمنظر اللي انتوا فيه ده قول لي واحد زي زيزو متقدم له عرض ب 3 مليون دولار من السعوديه وعرض ب 2 مليون دولار من بيراميدز، هتقدر تقنعه بالتجديد ازاي وانت كل يوم بتتكلم عن ظروف النادي الصعبه؟ بلاش زيزو، قول لي بمنظر الندب بتاعكوا كل يوم والتاني ده هتقدر تقنع صفقات اجنبيه ازاي او حتى مصريه انها تيجي النادي؟ انا كلاعب لما اطلع الاقي اداره النادي بتتكلم عن الظروف الصعبه واطلع الاقي لعيبه بتقدم شكاوي بسبب تاخر مستحقاتها والاقي مدرب بيمشي من النادي بسبب تاخر مستحقاته، قول لي انا كلاعب بتعرض عليا اجي الزمالك هاجي ازاي؟ نفس اللي حصل مع بوبنزا واللي كنت خلاص خلصت فيه وجات له رسائل ان النادي ده بيأخر مستحقات اللعيبه، هيحصل معاك في كل صفقه جايه. بالمنظر ده عمرك ما هتقدر تتعاقد مع لعيب عليه القيمه، هنفضل نلف في نفس الدوامه بتاع اللعيبه الفري واللعيبه الكسر. لو مش قد الشيله يا ريت تسيبوها وتمشوا عشان احنا كجمهور جبنا اخرنا.